السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه طبعا، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. احنا طبعا مكملين معاكم شرح المجاني لشهاده السي ام اي. احنا حاليا شغالين في يونت 3. كنا اتكلمنا طبعا، هي يونت 3 بتتكلم عن mainly عن الاستثمارات وعن البي بي اي اللي هي property plant and equipment، وعن tangible asset. طبعا كنا اتكلمنا في اول 2 سب يونت عن الاستثمارات. طبعا هم اول 3 سب يونت دول بيتكلموا عن الاستثمارات، تمام. فانا بكل بساطه كده يعني هديكوا بريف عن موضوع الاستثمارات ده. ان انا دلوقتي راجل معايا فلوس، الفلوس دي محيران مش عارف اعمل بيها، بروح ايه؟ بستثمر في شركه مثلا، او بشتري بيها سندات، تمام. طيب، لو انا راجل، الفلوس دلوقتي استثمرتها، ممكن يكون ليها ملكيه، او ان انا بكون مقرض بقى للشركه دي، تمام. يعني ماليش فيها ملكيه، تمام. فانا في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه احنا اتكلمنا في التو سابينت الاولانيين عن حاجه اللي هي من 0 ل 20. طبعا قلت الملكيه على حسب ايه؟ على حسب الانفلونس بتاعي اللي في الشركه. يعني هل انا ليا قرارات ولا لا؟ من 0 ل 20 كان مفيش قرارات، نون انفلونس. من 20 ل 50 كان في significant influence. ومن 50 ل 100 كان ايه؟ كان كنترول. طيب، ايه المعالجة اللي اتكلمنا عنها من 0 ل 20؟ قلنا ان من 0 ل 20 بعمل في نهاية كل فترة حاجة اسمها الفير فاليو ميجرمنت. significant influence بعملها بطريقة الايكويتي ميثود. 50 ل 100 او الكنترول بعملها بطريقة الكونسوليديشن او القوائم المالية ايه؟ الموحدة. طيب، ناخد كده تذكير سريع عن النون انفلونس. قلنا ان انا راجل ماليش تأثير على الشركة، فباجي بعمل كل نهاية او كل ميزانية عمومية بشوف الفير فاليو ميجرمنت، يعني الحاجة دي قيمتها كام في السوق. بروح مسجل unrealized holding gain or losses، وبعتبرها في الانكم ستيتمنت. خدت ديفيدند انكم بسجلها برضو ديفيدند انكم في الانكم ستيتمنت. او لو بعت بروح ايه؟ بعمل realized دي بقى، مش unrealized لان انا بعت. realized gain or losses في الانكم ستيتمنت برضو، تمام. طيب، طريقة الايكويتي ميثود قلت ان انا بروح بسجلهم، وبعد كده بشوف قوام الشركة. انا دلوقتي اللي هي نسبة من 20 ل 50، نسبة يساوي مثلا 30%. وهو عامل ارباح في نهاية السنة، بشوف الارباح دي، وبناء عليها بروح ايه؟ بروح اعمل النسبة بتاعتي ومسجلها عندي. برفع بيها الاستثمار لو هي زيادة، يعني هي أرباح، فبرفع بيها الاستثمار، حساب الاستثمار اللي عندي. لو هي يعني قلت، بروح إيه؟ بخفف الاستثمار اللي عندي بيها. برضو unrealized holding gain or losses، تمام. لو أنا بقى في حالة إن أنا عملت يعني خدت ديفيدنت، الديفيدنت ده أنا مش هعمله على انكم ستيتمنت، خلاص هروح أعمل ديبت الكاش، كريدت إيه؟ كريدت الانفستمنت. يعني حساب الانفستمنت هو إيه؟ هو بس اللي بيزيد وبيقل في الثلاث حالات دول، تمام. طيب، دلوقتي احنا جايين نتكلم عن ايه؟ جايين نتكلم عن الديت سيكيورتي. الديت سيكيورتي ده يعني انت برضو الفلوس اللي محيراك دي رحت اشتريت بيها سندات. الراجل اللي هو اللي انت بتستثمر عنده ده، او اللي هو مصدر السندات، الراجل ده مش عايز يخلي عنده ناس ملاك، يعني مش عاوز يزود يعني يخلي الشركة دي ملاكها كتير بره. فبيعمل ايه؟ لما بيروح للبنك، لما بيروح بيصدر سندات، تمام. طيب، في حالة إن هو صدر السندات دي، فبقت الفلوس دي التزام عليه إن هو يرجعها لك. فالعلاقة هنا بقت إيه؟ ما بقتش اونر شيب، بقت كريديتور ريليشن شيب ما بين الانفستور والانفستي. فهنا بيقول لك إيه؟ a debt security represent a creditor relationship with the issuer، يعني علاقة مقرض للراجل اللي تصدرها، تمام. Okay, in addition to the common form of debt, this category includes، يعني بالإضافة للحاجات اللي احنا متعرف عليها، يعني احنا عارفينها كديت، احنا بنضيف الحاجات دي. ايه هي اللي هو بيقول لك عليه؟ mandatorily redeemable preferred stock that must be redeemed by the issuer. يعني لو انت preferred stock، preferred stock دي هي إلزامية ان هي تتحول لبونز، لسندات،
ففي الحالة دي تندرج تحت ايه؟ تحت الديت. تحت الديت. تمام. preferred stock redeemable at the investor option. يعني برضو البريفيرد ستوك، الاسهم الممتازه دي، هي صفاتها ايه؟ صفاتها ان هي لازم تتحول برضو سندات، بس الاوبشن ده في ايد مين؟ في ايد الراجل المستثمر. واحده في ايد الراجل اللي عمل لها اصدار، وفي واحده في ايد ايه؟ في ايد المستثمر. collateralized mortgage obligation. ايه معنى الكلمه دي؟ يعني لو انت واخد قرض مثلا بضمان حاجه، فده برضو يعتبر ايه؟ debt. تمام. leases option financial future contract and forward contracts are not debt security. بيقول لك لو انت برضو عندك عقود مستقبليه، الكلام ده كله طبعا ناخده بعدين. بيقول لك ان الحاجات دي برضو ايه؟ هي ليست ديت سكيورتي، بس هي ايه؟ ما زالت التزام عليك. اوكي. This subunit apply to all investment in debt security. يعني كل السبيونت دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن debt security. تمام. او الاستثمارات في السندات يعني. طيب debt security are classified at acquisition into one of three categories. يعني الفلوس اللي انا محيراني دي رحت اشتريت بيها سندات. تمام. فانا على حسب بقى نيتي انا للسندات دي، هل انا مشتري السندات دي بغرض ايه؟ بغرض ان انا اتاجر فيها، يعني ان انا اشتريها عشان ابيعها واكسب فيها، ولا ان انا اخليها available for sale عندي، انا اسيبها كده ولحد ما اشوف ابيعها امتى. او health maturity يعني انا ايه؟ خلاص بقى مش عايز الفلوس دي وهاجي في نهاية الفترة بتاعت يعني السند نفسها، اروح ايه؟ اروح مستلم فلوسي. ده اللي هو ايه؟ تري كريتيريا اللي هم بيحكي عنهم. فهو الكاتيجوري بيهاف تو ماتوريتي كريتيريا debt security that the reporting entity has the positive intent and ability to hold to maturity. يعني هم عندهم النية وعندهم برضو المقدرة، يعني ان هم ايه؟ خلاص مش محتاجين الفلوس دي وهيستنوا الفترة دي كلها لحد ما ايه؟ يستلم فلوسه تاني الراجل. تمام. تريدنج يعني بغرض يعني انت راجل بتتاجر بالسندات دي. debt security intend to be sold in the near term. يعني انت بتشتري وتبيع وبتشتري وتبيع، فانت في الحالة دي ايه؟ راجل تريدنج. available for sale debt security not classified as held to maturity or trading. يعني هي برضو سندات، بس مش هينفع ولا اقول عليها held to maturity ولا اقول عليها trading. ده انا مخليها معايا لحد ما اشوف هبيعها امتى. تمام. طبعا كل واحدة من دول ليها طريقة معالجة محاسبية هنشوفها ايه تحت، او ان انا بسجلها ازاي. اوكي. هنا بيقول لك ايه بقى؟ اول واحده الهيلث تو ماتيورتي سيكيورتي امورتايز كوست، بثبتها بالامورتايزد كوست. تمام. an investment هو استثمار in a debt security في السندات is classified as held to maturity. بعتبره يعني مستحق أو معاه لحد فترة استحقاقه when the holder has both the positive intent، زي ما قلنا عنده النية وعنده المقدرة ability to hold the security until the maturity date. الراجل ده خلاص نيته ان هم يخليهم، ومقدرته المالية كويسة ان هو ايه؟ يستنى فلوسه لحد اخر مثلا فترة عمر السند، وليكن say مثلا 3 4 years. خلاص الراجل ايه؟ قادر على كده. تمام. The investor may intend to hold the security for an in- indefinite period. indefinite period يعني في فترة غير محددة، فترة غير معلومة بالنسبة لي يعني. تمام. The possibility may exist that it will be sold before maturity to supply needed cash, avoid interest rate risk. In these cases, the security cannot be classified as held to maturity. طيب هو دلوقتي قال لك ان الراجل ده نيته ان هو ايه؟ في الشرح ان هو يخليهم معاه لحد الماتيوريتي ديت بتاعتهم. قال لك برضو من المحتمل ان الراجل ده برضو يكون عايز يبيعهم تمام قبل الماتيوريتي ديت. ليه بقى؟ لان الراجل ده عاوز كاش، او ان هو عايز يعمل افويد الانترست ريت ريسك. يعني ممكن مثلا البنك بيدي فايده اقل، يبقى انا ليه اخلي الحاجه دي معايا؟ ما انا كده كده هخسر فيها. تمام. فهو ده اللي بيحكي عنه. in this case مش هنخليهم اسمهم ايه؟ health to maturity. تمام. جه بقى ايه؟ قال لك نقيض الكلام اللي هو قاله فوق. يعني هو قال اول حاجه قال لك ايه؟
قال لك ان هي هيلث تو ماتيوريتي، بعد كده قال لك ممكن ما تبقاش هيلث تو ماتيوريتي لان هو هيبيعها، قال لك ممكن يبيعها بس ايه دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي، بس هتبقى اسمها هيلث تو ماتيوريتي. في حالتين بقى: if sale before maturity take place، يعني الراجل ده هيبيعهم قبل maturity، the security still can be، اقدر اقول عليهم to have been held to maturity if sale is near enough to the maturity or call date within 3 months. يعني لو انا هبيعهم بس في فترة قريبة خلاص، يعني مثلا هم 5 سنين، فاضل 3 شهور وأقفل ال5 سنين، لو أنا هبيعهم بقى فأنا خلاص مش فارق معايا، كده كده فاضل 3 شهور يعني. تمام. So that interest rate risk change in the market rate doesn't have a significant effect or on a fair value. يعني ايه؟ يعني حتى لو الريت بتاع البنك ده بقى زاد قل، انا ما ايه ماليش دعوه بقى، انا كده كده ايه مفيش تأثير كبير هيحصل عندي. تمام. Sale is after collection of 85% or more of the principal. يعني لو انا كنت محصل من قيمة السندات دي 85%، فخلاص لسه هو اسمه هيلث ماتيوريتي. يبقى امتى اقول عليه انا هبيعه بس هيلث ماتيوريتي؟ قبل فترة استحقاقه مثلا زي ما الكتاب 3 شهور، او كنت انا محصل من قيمة البرنسبل دي 85%، فانا برضو اخلي اسمه زي ما هو هيلث ماتيوريتي. هنا هيلث ماتيوريتي security are reported at amortized cost، يعني بكون مسجلها كامورتايزد كوست، او يعني دي لسه هنشوفها احنا في الجزء بتاع اللايبيلتي، الواحده اللي هي بتتكلم عن اللايبيلتي بشكل عام، هنشوف فيها الموضوع ده بالتفصيل يعني. فاحنا نبقى بس عارفين ان هي بتسجل بالامورتايزد كوست. This is initial cost net of any unamortized premium or discount. في حالة بقى لو انا هصدرها بأكتر أو بأقل، فبتكون لا إما اسمها بريميوم لا إما اسمها ديسكاونت. دي كده بس لمحة سريعة لحد ما نشرحها. تمام. هنا بقى دي بقى اللي احنا خدناه، ايه هو الديت سيكوريتي، نوعه نوع هيلث تو ماتيوريتي. عرضه في البالانس شيت بيكون ازاي؟ amortized كوست، يعني الامورتايزد كوست net of any amortized premium or discount، مش باخد في حسبان دي ولا دي. maybe current or على حسب برضو النية بتاعتي، ممكن اخليه current او non current. في الانكم ستيتمنت interest income includes any amortized of premium or discount. هنا قال لك يعني ما اخدش في حسباني الامورتايز، هنا بضيفهم فين؟ في الانترست انكم. يعني في الانكم ستيتمنت ايه التاثير بتاع الهيلث ماتوريتي دي؟ ان انا هيجيني فوائد، لان انا راجل مدي زي يعني مدي قرض لحد وهيرجعه لي بالفايده. realized gain and losses، يعني لو انا بعته هيجيني منه جين. في الكاش فلو هينزل تحت تحت الانفستنج لان هو استثمار. تمام. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عليه النهارده بشكل سريع. اول حاجه اتكلمنا ان الديت سيكوريتي دي هي علاقه كريديتور، علاقه كريديتور. تمام. ايه الحاجات اللي هي برضو بتسمى ديت؟ لو انا عندي ريديمبل بريفيرد ستوك من الراجل المصدر، يعني لازم يحوله لسند، بس الاوبشن تحت ايد مين؟ الراجل اللي هو الانفستي. لو البريفيرد ستوك ده برضو ريديمبل، بس الاوبشن مع مين؟ مع المستثمر. لو انا بقى يعني واخد قرض من البنك بضمان حاجه، ده برضو ده التزام عليا برضو. تمام. الفيوتشر كونتراكت كده بس خليك عارفهم، اللي هي الفيوتشر كونتراكت الفورورد كونتراكت دي ليست ديت سيكوريتيز. تمام. عرفنا ايه هي التلاتة كاتيجوري: هيلث ماتيوريتي تريدنج افيلابل. بحددهم ازاي؟ حسب نية الراجل اللي راح دفع الفلوس دي. لو هو هيلث ماتيوريتي يعني هو خلاص الراجل ده مقتدر ويقدر يستنى فلوسه لحد نهاية الفترة. لو هو راجل بيتاجر فيهم يعني هيشتري ويبيع. لو هي افيلبل فور سيل يبقى انا ما اقدرش اقول عليها ولا هي ماتوريتي ولا هي تريدنج، هقول عليها سوري افيلبل فور سيل. تمام. هيلث ماتوريتي بسجلها بالامورتايزد كوست، هنعرفها برضو زي ما قلنا. تمام. زي ما قلنا الراجل ده عنده النية وعنده المقدرة ان هو يستنى فلوسه الفترة غير معلومة. في احتمالية ان الراجل ده يبيعهم قبل الماتوريتي ديت لان هو محتاج الكاش، وهو خايف برضه من موضوع الانترست ريت ريسك، ان البنك يكون الريت بتاعه اقل فهو كده يخسر فيهم.
ففي الحالة دي مش هسجلهم، مش هيطلق عليهم هيلث تو ماتوريتي. ممكن هبيعهم بس اقول عليهم هيلث تو ماتوريتي لو الفترة بتاعة البيع قريبة او فاضل لي. لو الفترة اللي فاضلة في البوند دي على لحد الماتوريتي بتاعته 3 شهور، او لو انا كنت محصل من قيمته 85%. تمام. الامورتايزد كوست اللي بسجلها net of any unamortized premium or discount. عرفنا العرض بتاع البالانس شيت ازاي، عرفنا بتاع الانكم ستيتمنت ازاي، وعرفنا الايه الكاش فلو ازاي. طيب كده احنا ايه خلصنا اول جزء من الديت سيكوريتي. كنا رجعنا معاكم برضو موضوع اللي هي لو انا دفعت فلوس في حاجة تخص الاسهم وليست السندات. ان شاء الله المحاضرة الجاية هكمل معاكم موضوع السندات، بحيث كده ان احنا يكون ايه خلصنا اول 3 سب يونت من يونت 3. وان شاء الله هحل معاكم برضو الاسئلة بتاعت الايكويتي سيكوريتيز، سوري اللي هي الايكويتي ميثود. نشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم.